ننتقل مباشرة إلى مراسل الحدث من بغداد الزميل منتظر رشيد. منتظر، مرحبا بك، إليك الكلمة. نعم، بالفعل هناك هجوم أدى إلى انفجارات، تلاها حرائق التهمت أحد المواقع في قاعدة كالسو. قاعدة كالسو كانت مقرا للقوات الأمريكية، تابع هذه القاعدة تابعة وقريبة من محافظة بابل، لكنها تقع على الطريق الدولي الرابط بين بغداد والبصرة. على يمين الطريق الدولي عندما تذهب من بغداد تشاهد هذه القاعدة بشكل واضح. كانت تتواجد فيها القوات الأمريكية، سلمتها إلى القوات العراقية عام 2011 قبل أن تغادر العراق. هذه القاعدة يتواجد فيها الجيش العراقي، قطاعات من الجيش العراقي، وأيضا هناك آليات تابعة للحشد الشعبي، وهناك أحد المقرات أيضا التابعة للحشد وهي مقر رئاسة الأركان الحشد الشعبي ومقر مديرية الدروع في قاعدة كالسو. إذن هناك هجوم تعرضت له القاعدة، تلا الهجوم سلسلة من الانفجارات ومن ثم حرائق ما تزال تندلع إلى الآن. هناك مكان لتخزير الذخيرة طبعا في هذا الموقع العسكري التابع بالأساس هو طبعا للجيش العراقي، لكن وحدات من الحشد الشعبي أيضا تتواجد في هذه المنطقة. إذن هناك هجوم، لكن إلى الآن لا أحد يعرف مصدر هذا الهجوم، هل هو هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي أم أنه هجوم وقع من داخل الأراضي العراقية استهدف هذه القاعدة. إلى الآن لا يوجد تأكيد، لكن الأكيد أن هناك هجوما تعرضت له هذه القاعدة. نعم. أدى إلى أضرار كبيرة طبعا بالمنشآت داخل هذه القاعدة، وتحديدا عدد كبير من الآليات والمدرعات الموجودة والتابعة للحشد الشعبي وحتى الجيش العراقي. نعم، يعني بعض الإعلام العراقي ينقل أنه هجوم بمسيرات. هل من إضافة أو شهود عيان شاهدوا هذه الطائرات أم من الصعب والوقت ليل يعني والظلام؟ يعني الظلام حالك. هناك الكثير من الأصوات التي تسمع طبعا في سماء حتى العاصمة العراقية بغداد، أصوات الطائرات المسيرة وهي تجوب سماء العاصمة بغداد، إضافة إلى مناطق أخرى. خلال هذه الأيام دائما ما تسمع أصوات الطائرات المسيرة بشكل واضح، لكن إلى الآن لا يوجد تأكيد. هناك روايات عن شهود عيان بالفعل يتحدثون عن طائرات مسيرة، وأيضا هناك من يتحدث عن طائرات استهدفت هذه المواقع من مسافات بعيدة أيضا بحسب الشهود العيان. لكن علينا أن ننتظر قليلا لنعرف مصدر الهجوم ومن يتبنى هذا الهجوم إن تبنته دولة أو جهة ما. ذكرت أنه يمكن أن يكون من داخل العراق. منتظر، ممكن يعني إذا أردنا أن نربط بين ما جرى في أصفهان، الهجوم كان من داخل الأراضي الإيرانية، انطلقت هذه الطائرات المسيرة ومن ثم تم إسقاطها. إذن قد يكون الهجوم أيضا من داخل الأراضي العراقية، لكن هذا الأمر غير مسبوق. لم يسبق أن تم مهاجمة أي موقع سواء كان تابعا للحشد الشعبي أو للفصائل المسلحة من داخل الأراضي العراقية. تم استهدافه بطيران مسير أمريكي. هذا إذا أردنا أن نتحدث عن الاستهدافات السابقة. أما هذه المرة وبعد انخراط هذه الفصائل المسلحة العراقية في مهاجمة إسرائيل، وتحديدا ما صدر من بيان أيضا قبل ساعتين من الآن، ما تعرف بفصائل المقاومة العراقية هاجمت إحدى القواعد داخل إسرائيل، وبالتالي جاء هذا الهجوم على قاعدة كالسو التابعة لمحافظة بابل، وهي قاعدة عسكرية تابعة للجيش العراقي وفيها وحدات أيضا من الحشد الشعبي. نعم، أنا أتابع معك الصورة. منتظر، يبدو حجم الانفجار كبير. هل هذا يمكن أن يقرأ في أنه الاستهداف كان كبيرا أم لا؟ أنت ذكرت أنه هنالك مخازن للذخيرة، وبالتالي يمكن أن نقرأ ربما هذه الانفجارات في سياق ذلك. منتظر، وحدثنا قليلا عن هذه المنطقة، لأنه قبل قليل كان معي سعادة العميد أعياد الطوفان وذكر أن هذه المنطقة يعني غامضة وشبه محرمة، معزولة، يعني ذات خصوصية عند الحشد الشعبي. يعني بالنسبة لقاعدة كالسو، يعني كل من يتنقل طبعا على الطريق الدولي من بغداد باتجاه البصرة ويمر طبعا على هذه القاعدة القريبة أيضا من بغداد، لا تبعد سوى مسافة أقل من نصف ساعة. العاصمة العراقية بغداد نتحدث هنا عن أقل من
يعني حوالي 40 كيلومترا تبعد عن العاصمة العراقية بغداد، لكنها تابعة لمحافظة بابل. هذه القاعدة العسكرية تشاهدها بأم العين يعني على الطريق الدولي. وأيضا هذه القاعدة هي بنتها القوات الأمريكية، وقامت يعني أقامت فيها منشآت كثيرة يمكن مشاهدتها طبعا لكل من يتنقل على هذا الطريق. نحن لا نتحدث عن قاعدة سرية، لكن هذه القاعدة تضم وحدات بالأساس هي تابعة للجيش العراقي، وأيضا هناك أقسام من هذه القاعدة تتواجد فيها آليات تابعة للحشد الشعبي، وبطبيعة الحال هناك أيضا مخازن الذخيرة هي من تسببت بهذه سلسلة الانفجارات أيضا التي تلت الهجوم، وأيضا ارتفاع ألسنة اللهب التي ما تزال طبعا تشعل وتضيء سماء هذه المنطقة في هذه الساعة من فجر هذا اليوم. نعم.